انطلقت فعاليات المعرض والمنتدى الدولي للتعليم ضمن دورته الثانية بتنظيم من وزارة التربية والتعليم تحت شعار ثقة وإجلال لمعلم الأجيال على أرض المعارض في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 150 عارضا من المملكة العربية السعودية ودول عربية وأوروبية وآسيوية، حيث تعد الجهات المشاركة من صفوة المؤسسات والشركات المحلية والعالمية العاملة في حقل التربية والتعليم. المعرض في وجهة نظري أنه فرصة ممتازة جدا سواء للمختصين أو المهتمين من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لنشر ثقافة التعليم المتخصص ومشاركة القطاع الخاص في التعليم المتخصص. ما زال في العالم العربي نعاني ضعف في التعليم ودور القطاع الخاص في التعليم. في العالم العربي احنا دائما ننظر للتعليم أنه واجب وطني وواجب حكومي أكثر من أنه عمل تقدم خدمات تقدم قطاعات الشركات الخاصة كدعم للعملية التعليمية. بدعوة من أشقائنا في المملكة جئنا لمبادلة الخبرات، اكتساب خبرات من المعرض وطرح الأفكار المشاريع التي قامت بها وزارة التربية. عندنا مشاريع تطويرية المائية بالنسبة حق الهيئات التعليمية في وزارة التربية، ومشاريع تنموية في المباني والمشاريع الإنشائية بالمدارس. إقامة المعارض العلمية والمنتديات تعد من أهم وسائل البحث والتطوير الأكثر جاذبية وقربا لذهنية المتخصص والمتلقي على السواء، بوصفها حاملة للمعرفة التي تمتزج مع التطبيق، مما يجعل من الأفكار أكثر واقعية، فبالنظر إلى تجارب الآخرين حول العالم يتيح التعمق مع تحديات العصر لضمان تحقيق مواكبة العلم والمعرفة. احنا طبقنا في مدرستنا كأول مدرسة تطبق أو كأول تقنية تطبق في الشرق الأوسط تقنية الTI Inspire. هي عبارة عن تقنية تستخدم كوسيلة لتدريس العلوم والرياضيات في المرحلة الثانوية، مرتبطة بتقنية أخرى تسمى النافيجيتر. النافيجيتر هذا يرتبط بالآلات عن طريق الوايرلس، حيث يسلم كل طالب آلة أقدر التحكم في الآلات عن طريق النافيجيتر، بحيث يكون عندي فصول معينة موجود فيها عدد من الطلاب، كل طالب يستلم آلة. التقنية هذه تساعد الطلاب. كان عندنا يعني بعض الدروس تحتاج إلى 4-5 حصص حتى أنه ممكن يعني نوصل إلى المفهوم اللي نريده. في التقنية هذه صار الوقت هذا يعني ما عنده عائق، نقدر نوصل للمفهوم في أقل وقت ممكن وأقل جهد. الطلاب صار عندهم تفاعل نشط، الطالب ما عاد تفقد أثناء الحصة، دائما باله معك. التقنية الطلاب الآن ما شاء الله تبارك الله يعني في التقنية مبدعين، فلما يلقون تقنية بالشكل هذا يبدع أكثر. هذه التجربة هي اسمها تجربة شبك الحروف. الهدف منها تمييز الحروف المتصلة والحروف الغير متصلة. طبعا بالصف الأول الابتدائي يوجد عندنا مشكلة اللي هي التلاميذ مهارة اللي إتقان مهارة التمييز بين الحروف المتصلة والحروف الغير متصلة. نتفاجأ بالصف الأول الابتدائي أنه 3 شهور 4 شهور من تبيين كل يوم أنه في الحرف الآ والدا والذا والراء والزا والواء متصلة مع بعضها. نتفاجأ أنه في أنه بعد 3 شهور لما تملي على الطالب كلمة تجد أنه ما يميزهم. خلال اللعبة البسيطة هذه يستطيع الطالب أنه يميز الحروف المتصلة والحروف الغير متصلة. طبعا هي الآ والدا والذا والراء والزا والواء. لو على سبيل المثال لو أخذنا مثال الكلمة من هذولا، كلمة جار، حرف الجاء يبدأ بالأول. الجاء ما هو من الحروف ال6، يبدأ جار المد الآ ما عنده مشكلة مع الحرف اللي أمامه، لكن عنده مشكلة مع الحرف اللي بعده. مجرد ما التلميذ يقرب الحرف اللي بعده بالشكل هذا نجد أنه يبدأ ينفر منه على طول. التلميذ يكتشف أن الحرف هذا أحد الحروف ال6 اللي ما ترضى أن تتصل. وبالتجربة البسيطة هذه اختصار على الطالب على المعلم اللي هي اختصار عليه اللي هي الوقت الجهد، يعني خلال 3 شهور 4 شهور علشان يوضح للتلميذ أنه في حروف 6 الآ والدا والذا والراء والزا ما تتصل. من خلال هالتجربة البسيطة لعبة من خلال نص ساعة فقط يستطيع أن يميز.
طبعا معلومة عن التجربة هذه يأخذ المركز الأول بالملتقى اللي يقيم على وزارة التربية والتعليم على 600 تجربة. هذه المركز الأول على التجربة 600 هذه. التجربة اللي أمامكم الآن هي تحويل قاعدة رسم الهمزة المتوسطة من قاعدة نظرية بحتة إلى محسوسة ممكن التطبيق. في المرحلة الابتدائية يأخذون الهمزة المتوسطة، القاعدة الأساسية لرسمها أن الكسرة أقوى الحركات، فالضمة فالفتحة فالسكون. ننظر لحركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ونرسمها على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى. اللي سويته أنا طلاب الصف الخامس الابتدائي في عمر 10 سنوات، حولت القاعدة إلى محسوسة ممكن التطبيق. أقوى الحركات هي الكسرة، فأكبر المجسمات الكسرة، تليها في القوة الضمة، أصغر منها فالفتحة، أصغر في السكون أصغر. مجرد وجود المجسمات أمام الطالب يغني عن قضية الحفظ، ترسخ في ذهنه ربط الشكل والحجم بقوة الحركة وضعفها. لو أخذنا مثال تتضح أكثر، لو أخذنا كلمة سئل، يطلب من الطالب تعليق الثقل على أو الحركة على الميزان. أقوى حركة الهمزة هي في كلمة سئل الكسرة، الحرف الذي قبلها سو الضمة. لو تركنا الميزان لترجح الكفة سترجح كفة الكسرة وهي الأقوى، إذن ترسم الهمزة على الحرف الذي يشبه الكسرة وهو الياء. نأخذ مثال آخر كلمة فؤاد، فؤاء، إذا تركنا الميزان ترجح الضمة، إذن الضمة هي الأقوى وتشبه الواو فترسم الهمزة على واو. القاعدة هذه تدرس في المناهج الآن، موزعة على أكثر من وحدة. في الكتب القديمة اللي قبل الدمج كانت تدرس مهارة مستقلة في الصف الخامس الابتدائي في فصلين دراسيين، 15 أسبوع و15 أسبوع، يعني في سنة كاملة، نختصرها ولله الحمد في ال5 دقائق اللي أخذناها الآن. هذه تجربة وتنفيذ وفكرة وتجربة أستاذ سليمان رميح معلم تربية بدنية في مدرسة الإمام مالك بن أنس ببريدة. طبعا أستاذ سليمان اخترع الفكرة هذه كتغيير عن الألعاب الموجودة اللي هي اللي معروفة، فحب أنه يطور بعض الألعاب من ضمنها اللعبة. طبعا اللعبة هذه مثل ما انتم شايفين هنا سميناها لعبة الهدف السعودي. طبعا هي سميناها الهدف السعودي تنمية حب الوطن، هذا كان الهدف الأول منها. طبعا فيها هي تفيد الفئات السنية صف أول وثاني وثالث ابتدائي، وتفيد فئتين غالية على قلوبنا اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، تربية خاصة، وفيه برضو المكفوفين، فئة المكفوفين لو صار فيها جرس طبعا هي تفيدهم. طبعا هي فكرة اللعبة 4 طلاب يكونون موجودين، 2 هنا في الجهة هذه و2 في الجهة الثانية. طبعا فيها أجهزة تقنية موجودة حاطينها، طبعا يضرب الطالب الكرة يسددها للحارس. إذا رجعت إن حاطين الانحناء الموجود هذا عشان ترجع الكرة بدون ما يحطها هو بنفسه، بدون ما ياخذها ويحطها هنا في المكان. طبعا هي ترجع من نفسها. هنا هدفنا فيها في المرحلة هذه أنها تنمي التوافق العصبي العضلي بدون ما يثبتها. طبعا هي فيها شيء ترفيهي اللعبة وشيء تحفيزي للطالب. مثلا بعض المعلمين يقول عندي بعض الطلاب إذا حسنت مستواك أعطيك كرت تنزل تحت بالصالة الرياضية مثل ما انتم شايفين عندنا بالمدرسة، ينزل عندنا بالصالة يلعب اللعبة هذه، له يوم رياضي كامل كحافز له. طبعا التوعية اللي فيها اللوحات زي ما تشوفون، الرياضة فن وذوق وأخلاق، ابتعاد عن التعصب، نتواضع عند الفوز ونبتسم عند الخسارة. طبعا اللي نطلب من اللي يكون يلعب اللعبة هذه يكون لابس أخضر وأبيض، طبعا تنمية حب الوطن، رياضة تنافس شريف. مجمل اللعبة كاملا مثل ما أنتم شايفين، التصميم، الإخراج، تصميم الأجهزة، تنفيذها، هذه كلها الله يسلمكم اشتغلناها كلها بالمدرسة بدون أي تدخلات خارجية، كلها يعني شغل محلي. والحمد لله خذينا عليها براءة اختراع، خذ عليها أستاذ سليمان براءة اختراع، وإن شاء الله أن نشوفها في كل المدارس، لأن هي موجودة عينة واحدة عندنا مدرسة الإمام مالك بن أنس ببريدة. والحمد لله أبشركم برضو نفس المدرسة، مدرسة الإمام مالك بن أنس، خذت المركز السادس على مستوى مدارس المملكة، وإن شاء الله ناخذ المركز الأول إن شاء الله. المعرض ركز على 8 مجالات رئيسية، أهمها صناعة المنهج ورياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمباني التعليمية والمدرسية والجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي والتجهيزات التعليمية وتقنيات التعليم. كما أقيم إلى جانب المعرض ورش عمل تابعة للمنتدى بلغت 64 ورشة عمل، واستعرض فيها أحدث التجارب الفردية والجماعية والعالمية.
العالم.